تبدأ القصة بمنزل جميل تعيش فيه امرأة في منتصف العمر تدعى أماندا مع زوجها لوكاس. يظهر المنزل أنهما بدأ روتينهما اليومي بالاستيقاظ باكراً والبدء بعمليهما مبكراً. لديهما ابنة اسمها جيل، وهي فتاة صغيرة تستعد للالتحاق بالجامعة، وفي هذه الأثناء يذهب لوكاس إلى العمل أيضاً. يحب ابنته كثيراً، لكنه لا يولي زوجته اهتماماً كبيراً. في الليل لم يعد لوك يلمس زوجته، ولهذا السبب أصبحت أماندا متعطشة للمسة رجل. عندما رأى لوكا في الصباح شعر بالحزن لدرجة أنه تردد في القيام بالأعمال المنزلية. عندما رأى الشاب الذي بدا سعيداً وهو يسكب الماء لم يلاحظ أماندا. نرى الآن في القصة شاباً يدعى تايلر، ابن لوك من زواج سابق، اعتاد السفر حول العالم وتصوير الفتيات الجميلات والبقاء خارج المنزل لأشهر. عندما تزوج لوك من أماندا رزق بطفلين هما تايلر وجيلي. كانت أماندا زوجة أبي تايلر وجيلي. بعد رحلة طويلة وصل تايلر إلى منزله، وعندما التقى أماندا سر برؤيتها. كانت أماندا مستعدة لترك كل أعمالها ورحبت بابن زوجها أماندا. سأل تايلر أيضاً كم ستبقى في المنزل هذه المرة، فأجاب تايلر بأنه سيخبرها بعد أن يعرف حالته. بدأت أماندا في تحضير الشاي لها. عندما جاء تايلر إليها كانت عينا الشاب مثبتتين على جثة أماندا زوجة الأب لفترة طويلة. شعر الشاب برغبة عارمة في تفجير كهف أماندا، لكنه لم يفعل ذلك حتى الآن. سنحت له الفرصة. كان تايلر يظهر عضلاته دائما ليبهر أماندا أيضا. لاحظت زوجة أبيه تصرفات تايلر، لكنها التزمت الصمت خشية أن تفسد علاقتهما. بعد حلول الليل عادت جيلا إلى المنزل وجلست مع شقيق تايلر لمشاهدة التلفاز. جاءت أماندا إلى تايلر وأخبرته أن والده عمل الليلة، لذا لن يعود لوك إلى المنزل الليلة، فلا داعي لانتظاره في الصباح التالي. استعدت جيلا للذهاب إلى الجامعة، بينما ذهبت أماندا لتنظيف غرفة تايلر ورأت بالصدفة صوراً لفتيات عاريات. في تلك اللحظة كان تايلر قد انتهى لتوه من الاستحمام، فوجد أماندي في غرفته، وعندما رأى صورة أماندي سأل الشاب عن سبب التقاطه هذه الصورة. صمت تايلر ولم يجب، نظر إلى أماندا بحدة كما لو كان يريد ابتلاعها. بعد فترة كانا يتجولان في حديقة المنزل. أرت أماندا الحديقة لتايلر لأنها تحب البستنة كثيراً، ولأن أماندا قامت أيضاً بالكثير من العمل في هذه الحديقة. أخبرت المرأة تايلر عن الثمار. عندما سنحت الفرصة أمسك بها تايلر فوراً. أماندا التي كانت متعطشة للمسة رجل أصبحت فجأة شديدة الحرارة لدرجة أنها بدأت تستمتع بلمسة خطوتها. بدأ تايلر أيضاً في تفجير كهف زوجة أبيه، ومن ناحية أخرى شقيقة تايلر الصغرى جيل ومن المتوقع أن تعود مبكراً عن كلية اليوم. بينما من ناحية أخرى بينما بدأ الاثنان في ارتداء ملابس عرق ودون أن يدركا رأتهما جيلي من بعيد. بمجرد عودتهما إلى المنزل بدأت جيل في هددة شقيقها الأكبر، وكانت غاضبة جدا من تايلر لأنها رأت شقيقها يرتدي ملابسه بالفعل. وكان تايلر يفكر في كيفية تهدئة غضب أخته الصغرى، وخطر ببال تايلر أن يكذب عليه ويقول إنهما كانا يخدعان صنا في البداية. لم تصدق جيل ذلك، لكن الفتاة وافقت بعد إقناع متكرر من تايلر. بعد فترة ركب تايلر وأماندا سيارتهما وبدأ في سكب الشهوة، حتى غمرت رائحة كريهة جسد لوكاس وبعض أجزاء السيارة. عاد لوكاس إلى منزله، وفي تلك اللحظة جاء تايلر وأماندا والتقى تايلر بوالده. حينئذ سار كلاهما وأخبر لوكاس أنهما ذهبا في نزهة في السوق. بدأ لوكاس يسأل عن أحوال تايلر في أثناء وجوده هناك. وعندما ذهبت جيل إلى الحمام انتظرت مغادرة الأخ الأصغر. بعد ذلك بدأ لوكاس يشرح لتايلر أن ابنه عليه أن يحسن التصرف، لكن تايلر لا يزال يهوى التقاط الصور، لذا لم يعر الشاب اهتماما لكلام لوكا. عندما اجتمعت العائلة في وقت الطعام رأى تايلر فرصة للذهاب لرؤية أماندا ودخول كهف زوجة الأب دون أن يفاجأوا. أدرك تايلر أن لوك يجلس أمامهما، فدهشت أماندا. أوقف تايلر أماندا التي كانت متفاجئة وخائفة من زوجها لأنها لم ترد أن تشتبه به، فابتعدت بسرعة. نام لوك في وقت متأخر من الليل، لكنه شعر بالعطش. عندما شعرت أماندا بقرب دخول الكهف أصبحت قلقة. حاولت المرأة النوم بإطفاء الضوء، لكن الحكة في منطقة الكهف لم تساعدها على النوم. حاولت أيضا إيقاظ زوجها ليروي عطشه، لكن لوكاس نام. في هذه الأثناء شعرت أماندا بحكة في كهفها عندما شعرت أن زوجها لن يستيقظ. نهضت ببطء من السرير وذهبت مباشرة إلى غرفة ابنة زوجها.
عندما أيقظت تايلر قالت لابنة زوجها إنها ستمنحها ليلة زاهية. تايلر التي كانت بالفعل مفتونة بزوجة أبيها فجرت كهف زوجة أبيها دون إضاعة الوقت. في صباح اليوم التالي عندما استيقظت أماندا ارتدت ملابسها بسرعة وهربت. بمجرد خروجها من غرفة تايلر فوجئت جيل برؤية أماندا تغادر غرفة تايلر. فهمت جيل الوضع فور مغادرتها. عادت أماندا إلى غرفتها واستلقت على سريرها. تنفست المرأة الصعداء مدركة أنها محظوظة لأن زوجها لوك لا يزال نائمة، لكن أماندا لا تزال تشعر بالقلق. انزعجت المرأة بشأن جيل وهدأت لتدرك أن جيلا لن تخبر والدها، بينما استيقظ لوك وبدأ بالاستعداد فورا بعد فترة. غادر لوك وجيل المنزل. بمجرد مغادرتهما بدأ تايلر باصطحاب أماندا، وبدأ الشاب يفكر في أماندا كزوجة أبيه وبأنها أجمل امرأة في العالم. من ناحية أخرى لم يذهب لوكاس إلى العمل، بل كان في منزل سكرتيرته. عندما عادت جيلي إلى المنزل أوضح لتايلر وأماندا أنهما ارتكبا خطأ. حاولت أماندا شرحه لابنة زوجها، لكن جيلي لم تكن مستعدة للاستماع إلى كلماته. بعد فترة التقى تايلر وأماندا في مقهى، وبعد ذلك قالت المرأة لتايلر: أنا لا أحبك، بعد أن استمعت إلى زوجة أبيه وهي تقول إن تايلر غاضب جدا من المرأة لدرجة أن شعور بالرغبة في التخلص من أماندا. حاولت تهدئة نفسها عند سماع تلك الكلمات. حاول تايلر أن يفهم أن عائلتها هي الأولوية وأنها ستفعل أي شيء من أجلهم. بعد فترة عندما عادا إلى المنزل بدأت جيل بالسخرية منهما مجددا وسألتهما: أين فعلتما ذلك؟ حاولت أماندا مجددا إخفاء الأمر، واعتذرت لجيلان وأخبرتها بكل شيء وأن والدها لوك لم يلمسها مجددا. اعترفت المرأة بخطئها وسامحتها جيل مجددا. بعد إقناع متكرر من أماندا، من ناحية أخرى كان لوكاس لا يزال مع سكرتيرته، وتلقى رسالة مفادها أن ابنه سيعود إلى المنزل. قرر تايلر المغادرة، وفي تلك اللحظة كان يضحك ويمزح مع عائلته. وفي الوقت نفسه كان والد لوك عائدا إلى المنزل أيضا، وكان سعيدا جدا برؤية جميع أفراد عائلته معا. حان وقت رحيل تايلر. التقى أولا بأخته جيلي، وبعد ذلك ذهب لرؤية أماندا. كان تايلر لا يزال يحب أماندا كثيرا. عندما التقيا الشاب قبلها قبل أن يغادر. تفاجأ لوك وسأل ابنه: لماذا قبلت زوجة أبيك؟ أجاب تايلر: لأنك لم تفعل شيئا. بعد قول هذا غادر تايلر، بينما تفاجأ الأب. بعد بضعة أيام قررت أماندا الذهاب إلى مكان ما وانتظار وصول والديها. أخبرتها أماندا أنها تستطيع رعاية جيلي. اتصلت أماندا بتايلر فورا، وعندما علم لوك أن ابنه يستطيع إسعاد أماندا ظنا منه أن زوجته تستحق السعادة، رحل بمفرده لأنه لم يستطع إسعاد أماندا.